السلام عليكم، يسعد مساكم مساء الفل والرضا والرزق على احلى متابعين في الدنيا. اخباركم عاملين ايه؟ يا رب نكون في احسن حال واحسن صحه. ورجعت لكم فيديو جديد وروتين قوي جديد، بس يلا بينا نقول صلوا على الحبيب عشان قلبك يطيب عليه افضل الصلاه والسلام. وكمان اقول يدوم عزك. يدوم عزك اللي بتعملي لايك وتشتركي في القناه. يدوم عزك اللي بتكتبي تعليق حلو جو زين. ربنا يبارك فيكم يا رب. عيلتي هتكبر بيكم وليكم، هتكون عيله كبيره جو جوي. هي يوميات الصعيد وعوايده. باشكركم على كلامكم الحلو وعلى تعليقاتكم اللي دايما بستناها وبتديني طاقة إيجابية كبيرة جوي جوي. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. بحب ارحب بكل متابعيني واخواتي اللي دخلوا قناتي واشتركوا. لو انت اول مره بتشوفي قناتي اكتبي لنا من اي بلد بتشوفينا عشان انا وكل عيلتي نرحب بيكم. ربنا يبارك فيكم يا رب، ما تحرمش منكم. النهارده بصوا كده نويت ان انا اشقلب الاوضه واغير كده النظام بتاعها واغير السرير وادي وسع للاوضه كده معايا. هتشوفوا معايا في الفيديو، بس عايزه اطلب منكم طلب كده قبل ما نبدا فيديو النهارده كده. ادعوا لي بالشفاء، ربنا يشفيني ويعافيني يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. مش هحكي في التفاصيل، لا يعني مش حابه اتكلم دلوقتي، بس كل طالبه منكم كل اللي بيحبوا ام مريم ادعوا لها بالشفاء، ربنا يشفيني ويعافيني يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا كده بس يلا بينا كده بكل طاقة إيجابية بحب كده، مفيش حاجة مستاهلة نقول. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونبتدي كده إن احنا نغير الأوضة بتاعتنا ونظام الأوضة بتاعتنا. كنت عامله لكم مقطع الأول بوريكم شكل الأوضة كان عامل إزاي ومكان السرير إزاي. زي ما انتوا شفتوا كده كان بالطول، والتسريحة مكانها كانت في الظهر من ورا. بس عايزة أنظم الأوضة كده وأرتبها وأغير كده من شكلها وندي لبعض طاقة إيجابية كبيرة. بصوا كده زي ما انتم شايفين، طبعا جارتي ربنا يحفظها ويخليها ويحميها يا رب. يعني انا كنت بس ندهت عليها آه عشان خاطر بس تلفي معايا السرير مش اكتر يعني فقالت لي لا يا ام مريم، كفايه اللي انت فيه من ساعه فتره تعبي. انا يعني ليا فتره تعبانه، بس يعني رحت للدكاتره والكذا دكتور وعملت الاشاعات والتحاليل، والحمد لله نقول قدر الله ما شاء فعل. وهم بصراحه مش بيسيبوني بعد اللي حصل. بصوا كده كنت حابه ان انا اغير نظام الاوضه عشان نلف السرير عشان الاوضه مزنوقه. شلنا المرتبه وشلنا الالواح عشان تبقى خفيفه عليكي، يعني تقدر انك انت تلفي السرير لو المساحه حسيتيها مش جايه معاكي. لا، شلنا الالواح وشلنا المرتبه كده عشان خاطر تيجي معانا. طبعا كل ما بنعمل حاجه كنا بنكنس حواليه كده كله من حوالين السرير كده مكان مركون. وانتوا عارفين انا لسه كنت عاملاه في المشكله اللي كانت حاصله لما كانت الدنيا مقلوبه، كنت لسه ماسحه تحتيه ومنظفه وكنسه تحتيه وشفتوا معايا الفيديو. ابتدينا كده برضو نرتب السرير كده، لفيته حسيته كده 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 الدولاب عندي جرار. فاهمين ازاي؟ فمش مش يعني مش هيضايقني ولا حاجه، بالعكس عايزه ادي وسع للمكان على قد ما اقدر. مسحت كده السرير يا بنات وكده ومشينا تاني نشفته كويس جو. دي الكراتين اللي انتوا عارفينها، الكراتين الحاجات اللي كانت عندي كنت حاطه فيها حاجات وكياس، وعندي حاجات حاطه فيها كده شويه حاجات وحاجات ماركه نون عندي. فروحت قفلت كده زي ما انتوا شايفين، حطيت الكراتين بالشكل دي كده اللي كانت موجوده عندي على الارض علشان خاطر احط بقى شويه اكياس عندي شويه حاجات عايزه اشيلهم، قلت اشيلهم واحطهم تحت السرير بالمره. وسع للأوضة يا بنات كده ورتبتها وخليتها بقت شكلها تاني، بقى شكلها حلو جدا كده وشكلها جميل. ولسه كمان هنعمل فيها شوية تجديدات، وانا خلاص زي ما وعدتكم. بس هانت ان شاء الله الاسبوع الجاي هنبدأ تجديدات في البيت ان شاء الله. تشوفوا الفيديوهات معايا وتعجبكم بإذن الله تعالى. بس كل اللي بيحبوا مريم اللي طالباه منكم على قد التعب اللي انا فيه وعلى قد ما انا دايما بقولها يا رب ما تحوجني لحد، وبالوجه الوقت اللي انا اتحوش فيه ان انا ما اقدرش ان انا اعمل شغل بايدي. بس طالبه منكم تدعوا لي، وطالبه منكم بس اعملوا اشتراكات واعملوا لايكات للفيديوهات بس، وشيروا الفيديوهات على قد ما تقدروا. الناس بتحب ام مريم. عايزه اقول لكم على حاجه كمان، في مفيش حاجه مستاهله، حاجه واحده بس طالباها منكم ما بتتعوضش، وكاس وداير على الكل. المرض والموت والفرح كاس وداير. فنيجي على ربنا يجعل منا فدانا. مفيش حاجه تستاهل انكم تحزنوا عليها، مفيش حاجه تستاهل انكم ما تهتموش بصحتكم. ممكن في لحظة كده تصحي وتنامي على خبر لا يمكن تتخيليه يعني. فخلينا نعمل الخير، خلينا دايما نعمل الخير عشان دعوات الناس بتغير القدر. بصوا في دعوات كده ربنا بيبقى مسببها عشان تغير القدر معانا. بتمنى من كل متابعيني وكل اخواتي ياخدوا بنصيحتي. اعملي الخير، اعملي الخير، اتقي الله. إيه، اذكري الله. بصي اعملي اللي يضيع عليه ضميرك في حياتك، في بيتك، مع جوزك، مع اهلك، مع صلة رحمك. اعملي اللي جال عليه ربنا سبحانه وتعالى، عشان عايزه اقول لكم مفيش حاجه مستاهله. الحمد لله على كل حال. كله خير ان شاء الله باذن الله تعالى. ربنا ما بيكتبناش الا كل خير. عايزه اقول لكم المرتبه كانت
هو اتكبّت منّي أنا والله، أنا اتكبّت منّي أنا اليومين دول اعذروني كده، الزيت اتكب على المرتب فبهدلها أكتر ما هي مبهدلة، بالرغم إني كنت عاملاها زي ما قُلت لِك بالكربونات وحاطاها في الشمس ساعة ما كنت باعزّل، بس يالّا خير الحمد لله قدّر الله ما شاء فعل. عندي اللي مرتبة جُتن كده الوش بتاعها قديم، فعايزة هاجيب إن شاء الله ليهم كده فرش وهانجّد الاتنين إن شاء الله بإذن الله تعالى مع بعض بإذن هانجّد دي، وهانجّد كمان للسرير اللي هناك، لإن المرتبة السوسة بتاعتي اتبهدلت وباظت. معايا باحب أعمل كفرة كده زي ملاية كده، ده الملاية دي حطيتها كده مش باشيلها عندي 2 هي وواحدة تاني كنت حاطاها في الشتا في الشباك لو تفتكروا، عشان السقعة كده والبرد، عايزة أقول لكم الجو اليومين دول حلو جو يا بنات، حطيتها كده زي غطا للملاية مش هاشيلها، وهاحط الملاية التانية فوقيها، وكمان هاحط الكوفرتة، بس أنا طبعًا عندي آآ أحط الكوفرتة كده فوقيهم زي ما أنتم متعودين، باحب في الصيف أحط الكوفرتة، وفي الشتا باحب أحط الدفاية، زي ما أنتم متعودين معايا على كده يا بنات. بس كده زي ما أنتم شايفين كده خلاص غيّرت السرير كده ووضّبته، شِلت الحاجات بتاعتي كده عشان يبقى شكل الأوضة حلو زي ما أنتم شايفين، فرشته كده، فبُصّوا حسيت كده شكل الملاية حلو، فما رضيتش إن أنا إيه، آآ أحط يعني الكوفرتة يعني، بس هاحط الكوفرتة عشان بس تبقوا عارفين، بُصّوا كده شكل، بس أنا المخدات واخدينها عشان إحنا كلنا بننام تحت التكييف الصحراوي اللي أنتم شفتوه، لإن الجو سخن وصعب فما نقدرش ننام بعيد عنه. الدولاب عايز يتوضّب وضّبة حلوة هاعمله معاكم، عايزة أعمل الرفوف برضه هتشوفوها إن شاء الله الفترة الجاية إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني، هابتدي إن أنا أرتّب الدنيا كده وأضبّط الدنيا معاكم قبل العيد كده عشان نعيّد مع بعض. إحنا خلّصنا الأوضة كده فرشنا وخلّصنا كده وابتدينا إن إحنا نمسح الأرضية بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، عايزة أقول لكم إن البلاطة أبيض فالأوساخ فيه بتبان بسرعة وبتنضف بسرعة جدًا على فكرة، نوع السيراميك ده عايزة أقول لكم تحفة، تحفة يعني. على قد ما هو أبيض بس ما شاء الله عليه يا بنات بينضف بسرعة جدًا، ما فيش أوساخ بتعمل فيه بالعكس وبينوّر كده وبتحسّي إن أنتِ نضّفتِ وبتحسّي إن أنتِ عملتِ فيه. هنا نقلت التسريحة بالشكل ده يا بنات لإن أنا بصراحة ربنا عايزة أخلّي الأوضة دي الجنب كده اللي هو جنب الدولاب كده هاحط المريم والترابيزة علشان خلاص من بعد عيد الأضحى إن شاء الله بإذن الله تعالى، كل سنة وأنتم طيبين، هتبدأ مريم الدروس بتاعتها وهتبدأ سنة رابعة بإذن الله تعالى، هابدأ لها في الدروس واهتمام بمدرستها ودراستها، فحبيت إن أنا أضبّط الأوضة كده وأقفلها وهاسيبها كده لمريم، هاحط لها المروحة النجّالة اللي عندي أقفل عليها الباب، هي الأوضة الوحيدة اللي هي إيه، هتكون مختصرة تقعد تذاكر فيها كده وتشوف واجبها وتشوف مصالحها. آآ وعلى فكرة أنا ما باقولش لعيالي لبناتي ذاكروا يعني اتكلمنا كتير في الموضوع ده، لأ أنا باسيبها كده براحتها وطبيعتها ومش باحرمها ومش باضايق عليها من حاجة، بس يعني باقولها لها بطريقة تاني وأسلوب تاني. يعني يا مريم خلّصتِ لو كنتِ زمانِك ذاكرتِ وخلّصتِ مذاكرة من ساعة ما صحيتِ كان زماننا دلوقتي رُحنا الجنينة، كان زماني دلوقتي بعتِّك اشتريتِ كذا، بُصّوا كان نفسي أعمل لكم الأكل الكذا، باجيبها لها بالطريقة دي، فباحس كده باحسّهم كده بيفرحوا وبتخلّص كل اللي وراها، وعمومًا مريم يعني ما شاء الله، ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك ما بتتعبنيش، بس عايزة أقول لكم هم ثمرة حياتي يعني، هم اللي ليّا ربنا يخلّيهم لي، كنت زعلانة إن هم بنات أو مثلًا مش زعلانة إن هم بنات، أنا طول الوقت باحمد ربنا، بس يعني نِفْسي كان في الواد، بس عايزة أقول لكم الفترة دي أنا باحمد ربنا إن هم بنات، وربنا سبحانه وتعالى بيبقى ليه حكمة في كده، وتستنوا وتيجي مع الأيام هتثبت لكم يعني. أنا الوقت اللي أنا يعني حاليًا كده على حسب ظروفي أنا ما حدش بيخدمني إلا هُم، ما حدش هيشيلني إلا هُم، ولو لا قدر الله أي حاجة حصلت ما حدش برضه هيشيلني إلا هُم، يعني ما فيش حاجة ما ربنا سبحانه وتعالى ما بيجيبلناش حاجة وحشة بالعكس ربنا ما بيكتبلناش إلا كل خير. رحيم غفور، ما تنسوش نكتر من الاستغفار والصلاة على رسول الله. أنا على فكرة صوتي كده بس لكن أنا عايزة الفيديو كده يديكم طاقة إيجابية ونفرح ولادنا ونبسطهم بأقل حاجة، وإن دايما مع أم مريم مفيش حاجة مستحيلة، لسه يا أم مريم بتقوليها لسه ما بقولها، ولسه عندي أمل في الله وثقة في الله كبيرة إن شاء الله بإذن الله قناتي دي هتبقى مليونية، هحاول أغير لكم الفيديوهات وهحاول أغير لكم من الكنس والمسح اللي مضايقكم، وهحاول على قد ما أقدر إن أنا أنوّع في الفيديوهات الفترة الجاية عشان خاطر الفيديوهات تتشاف، كمان خلاص هانت إن شاء الله بإذن الله جرّبنا على التجديدات في بيت أبويا، إن شاء الله هاروح أعيّد عليهم في العيد وهاعمل لكم في شوية فيديوهات حلوين هناك عند أمي زي زمان، وإن شاء الله هاصور لكم كل التجديدات بالتفصيل من أولها لآخرها. بُصّوا هنا كده كان شكل الأوضة النهائي، لو في أي ملحوظة اكتبوها لي، لو في أي مثلًا حاجة مش عاجباكم برضه اكتبوها لي، لو في منظر مش عاجبكم اكتبوها لكم، حبيت أدّي وسع للأوضة، الجو حَر مش متحمّل وحبيت إن أنا أدّي وسع، الدولاب ما لوش مكان إلا كده، مش هييجي معايا إلا كده عشان تبقوا عارفين يعني، ما جايش معايا إلا كده أساسًا،
إن أنا أحطه في أي مكان تاني. حبيت كده أغيّر من شكل الأوضة، لو في حاجة اكتبوها تسريحة عادي ممكن أنقلها هناك تاني جنب الدولاب، بس حبيت كده إن أنا هناك هاحط لمريم تذاكر، فبرضه إيه نغيّر مع بعض. لو في أي حاجة برضه اكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي إيه رأيكم مثلًا، لا يا أم مريم دي كذا، دي كذا، مش عارفة إيه. طبعًا لسه هنكمّل باقي في الأوضة مع بعضينا. تعالوا بقى دايمًا نقول الضيوف بتيجي برزقها، ودايمًا بنقول لمّا يدخل علينا ضيف لازم لو حتى بُصّوا طماطماية وجبنة، المهم إن إحنا ما نكسرش بخاطر ضيف دخل عندنا. عايزة أقول لكم هنا كنت باوريكم شكل إيدي كده الجو ما الجو عندي بيسخن أنا باقطّع في جسمي بالشكل ده، يعني باهرش في جسمي كده لحد جسمي ما يجيب دم، ما باتحمّلش يعني، مش عارفة إيه السبب بس هو كده يعني. المهم كان عندي يا بنات كده حبة فراخ كده صغننين، فراخ بلدي كانت أمي باعتاهم لي لمّا باقعد هنا يعني، وأي حاجة باحتاجها أو يبقى في أي حاجة متوفرة عندها، الأم اللي دايمًا بنقول اللي ترابها ما يتعوضش بتبعتهم لي. فأمي كانت جايباهم كده يا بنات كام فرخة كده هُم صغننين، مفهومش كده حاجات بسيطة حلو بس طعمها حلو كده. المهم فقُلت لأ ضيوف يجوم عندي ما ينفعش إن أنا ما اقومش بالواجب حتى لو بأي حاجة بسيطة، يعني مش حلوة يعني، الضيوف دخلت أيًا كان إيه الموجود. آآ هم أكلوا كإني أنا أكلت أنا وبناتي. المهم يعني كده يا بنات طلّعت ال3 فرخات اللي أنتم شفتوهم ال4 فرخات البلدي دول اللي أنتم شايفينهم قدامكم، ورُحت وطلّعت كده إنه كان عندي صدر كده وورك، رُحت طلّعت الصدر كده قسمته على 2 وطلّعت الورك كده، وقُلت إيه أمّا أعمل اللي أقدر عليه. كان عندي حبة فريك نجّيت الفريك كويس وحطيت الفريك يتسلق، وأنا باحب أسلق الفريك، ممكن لو في كبد وجوانص كنت هاعمله ببصلة وكبد وجوانص كده زي ما أنت عايزة، بس بصراحة أنا باحبه كده أكتر، يعني ممكن تلاقينيه في شوية مَيّة زي ما أنت عايزة، وممكن تسيبيه في شوية مَيّة دافيين ساعتين وبعد كده تعمليه، وممكن إيه تدّي له غلوة على النار. أنا اديته غلوة على النار بالشكل اللي أنتم شايفينه ده يا بنات كده، وغسلت الفراخ بتاعتي كويس أوي، غسلتها بالخل وغسلتها بالملح والليمون يا بنات، وبعد كده جيت هنا على الفراخ على وسلقت الفريك. عشان خاطر إيه قُلت هُم عايزين يتحشوا كده، وعندي البنات بيحبوا الفريك ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عايزة أقول لكم طعم الفريك بالفراخ طبعًا مش محتاجة كلام، تحفة يا بنات. حطيت بعد ما سلقت الفريك بتاعي وحطيت السمنة بتاعتي كده، لو في سمنة بلدي يا سلام، معلقة زبدة يا سلام، مكعب زبدة كده تحفة، هيودّي الفريك في حتة تانية خالص. أنا حطيت سمنة من العادي بتاعتي المتوفرة، وحطيت فلفل أسمر وحطيت ملح. بالشكل اللي أنتم شايفينه، وابتديت كده إن أنا أحشي الفراخ. كل أم بتشوفني ربنا يخليكِ يا أمي، ربنا يدومِك نعمة في حياتنا يا رب، ما نتحرمش من دعواتِك ولا من كلامِك الحلو ولا من وجودِك في حياتنا، اللهم آمين يا رب العالمين. دلوقتي تيجي هنا بقى يا بنات عملت فلفل أسمر وملح كده، وبقيت أدعك الفراخ من جوّه بالفلفل الأسمر والملح الأول، وبعد كده أحشيها فريك. بادعك قلب الفراخ من جوّه بالملح والفلفل الأسمر، وبعد كده أحشيها بالفريك. تعالوا بقى بمناسبة الأم، عايزة أقول لكم هنا أنا افتكرت أمي وفضلت أدعي لها وأقول لها ربنا يخليكِ ليّا يا أمي. لمّا كانت بتقعد تحشي الحمام أو تحشي لي الفراخ، كنت أقول لها يا أمي املي لي الحوصلة، كانت تقول لي بعد ما قفّلتها أملاها لِك من فوق كده، وتقعد تملاها لي بإيديها وتقعد تعمل في إيديها لحد ما تملا لي الحوصلة فريك. عايزة أقول لكم إن أنا قعدت أملى الحوصلة فريك زي ما هي بتعملها من فوق كده من عند الرقبة ما عرفتش، ورُحت فتحت الفرخة من تحت ورُحت مليت الحوصلة من تحت، افتكرت أمي عينيا دمعت، قُلت الأم اللي بتتعب وعدو أي حاجة نطلبها منها تعملها على طول، ما تستناش ولا تتألم ولا تقول أنا إيديّا قعدت أعمل كده في عند الرقبة دي صوابع إيديّا وجعتني ما عرفتش، وهي كانت بتحشيها لي. مريم دلوقتي تيجي. ما شاء الله عليها اتفسّرت، يعني كلامها بييجي كده إيه، اتفسّر شوية عن الأول، الحمد لله على كل حال. فالحمد لله خير، يعني الحمد لله كل اللي يكتبه لنا ربنا يوم خير من عند ربنا سبحانه وتعالى. هنا كده كنت باوريكم إن الفراخ بُصّوا اتفتحت مني في الجنب بس عادي يعني ما فيش مشاكل. أي حد والديه متوفي الصدقة والدعاء وقراية القرآن هي أجمل هدية نقدر إن إحنا نقدمها لهم في حياتهم بعد ما ماتوا. ما فيش حاجة مستاهلة. كل اللي يكتبه لنا ربنا خير. وكمان ما تنسوش يا بنات نكتر من الاستغفار والصلاة على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أي حد يكون عنده ثقة ويقين بالله سبحانه وتعالى وحسن ظن بيه، وإن شاء الله ربنا هيحقق لنا كل اللي بنتمناه، اللهم آمين يا رب العالمين. بصوا كده زي ما قلت كده ضيوفي كده قلت لازم أقوم معاهم بالواجب وأعمل حاجة كده حلوة.
حطيت اللي على النار كده، حطيت بصلة وحطيت طماطماية وحطيت ورق جراولي وحطيت فلفل أسمر، والفراخ بتاعتي كده زي ما انتم شايفين بالفريك، ونزلت بيها على النار. اسيبها كده تاخد ايه تستوي معاها. هي عموما عشان هي فراخ بياضة، او زي ما بنقول كده فراخ صغننة في العمر، مش كبيرة يعني، فما خدتش سوا خالص. عايزة اقول لكم طعمها يا بنات زي السكر، تحفة يعني. هنا خلاص حطيت كده الفلفل الصغير، حطيت كل حاجه وسبتها كده ايه تتغطى معايا. هنا كنت طلعت الفراخ بتاعتي كده زي ما بوريكم كده، ان انا طلعت الفراخ، هي زادت شويه في السوا معايا بس ايه، مش مشكله سهله. خدي اللي انت عايزاه. المهم تعالوا كده معايا يا بنات، حطيت الشوربه على النار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وتعالوا كده هعمل معاكم الملوخيه الخضراء. بصوا عموما انا مش بحب الملوخيه الخضراء، بس يا فرح زي ما انتوا عارفين فرحة يا بنات لازم تعمل فرحة في المكان. هو انا ما بحبش الملوخية الخضراء، بس عملت عشان خاطر ضيوفنا و... وابو مريم على فكرة بيموت في الملوخية الخضراء، بس انا ما بحبهاش، ولفت على الملوخية الناشفة. ما بحبش الملوخية الخضراء. غليت الشوربة بتاعتي كده، بصوا غليت الشوربة بتاعتي كده، اخدت شوية شوربة حلوين ونزلت كده. لازم بص عشان تعملي الملوخية عموما يعني، لازم المية بتاعتك سواء كانت الملوخية الناشفة أو الملوخية الخضراء. الملوخية الناشفة لازم تكون غالية، وتنزلي بكيس الملوخية الناشفة، تطفي النار وتنزلي بالملوخية بتاعتك. دي الملوخية الناشفة لازم تكون غالية الشوربة جامد، وبعد كده تطفي النار وتروحي نازلة عليها علشان ما تفرش منك. الملوخية الخضراء كده زي ما انتوا شايفين الشوربة بتاعتي كانت سخنة، ونزلت عليها كده بالملوخية الخضراء بتاعتي. خلاص كده يا بنات، عايزه اقول لكم الشوربه تكون غاليه قوي. ونزلت كده بمرقايه علشان خاطر على الملوخيه نفسها كده، عشان تحلي الطعم بتاعها كده يا بنات زي ما انتوا شايفين. بصوا كده خلاص الملوخيه ما بحبش ان انا اغليها، وما بحبش ان انا يعني ازودها كده على النار كتير، يعني ما بحبش ان انا اخليها على النار كتير، عشان خاطر كان في لسه حته في الملوخيه كده مفكتش مني. خلاص كده ايه، قلت هسيبها كده مع نفسيها دلوقتي ايه تفك مع نفسها. تعالي بقى نعمل مع بعض الطشه بتاعت الملوخيه بتاعتنا. الملوخيه الناشفه ما تخليهاش تجلب منك. ولما تحبي تكوني عيله وعامله حله ملوخيه وتحبي تسخني، سخني في طبق بعيد عن الحله. كل شويه تسخني في الملوخيه، تسخني الملوخيه طعمها بيغير وبيمرر، وبتغير طعمها معاكي مش زي اول مره اكلتي منها. والملوخيه علشان تبقوا عارفين يوم يوم يكون افضل، يعني انا ما بحبش الملوخيه تبات واكل منها، لا، هي يوم يوم يعني. بعمل طبق صغير عادي، تاني يوم بتبقى عامله الطشه فيه اطش تاني مفيش اي مشكله. حطيت الملوخيه بتاعتي حطيت الملوخيه بتاعتي كده على جنب، حطيت السمنه بس يا فرحه، وحطيت فلفل اسمر يا بنات، ونزلت بالتومه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالكزبره. حطيت كده التوم مع الكزبره، لان انا ما كانش عندي كزبره مطحونه، فدجيت الكزبره مع التوم والملح والفلفل الاسمر. وكمان وهجيب طماطمايه كده، عندك ابشريها مش عندك دجيتها في الهون كده، ونزلت بيها على زي ما انتوا شايفين بنص قرن فلفل على التومه بتاعتي. عايزه اقول لكم طعمها بيبقى حلو. وحطيت حته السكر بالشكل اللي انتوا شايفينه. الطريقه دي جريتها عليها جارتي، كانت واقفه دخلت كده بالصدفه وانا بطشها، جايت لي خدي حطي حته السكر مع الطشه بتاعتها، قلت لها ماشيه يا ستي هاتي. وحطيت كده حته السكر في التومه، وحطيت كده حته الطماطم وحته الفلفل الاخضر ايا كان بقى، بارد حراق زي ما انت عايزه وزي ما انت حابه. وقلبت كده بالشكل اللي انتوا شايفينه التومه بتاعتي لحد ما تستوي، وطشيت الملوخيه بتاعتي. قعدت تقول لي نطش طشه المطاعم، وانا لسه عاملاها في اللبان بتاعي، فاللبان بتاعي مزنوق على اخره يعني. عملت فيه كده على قد ايه يا دوبك الطبقين او الثلاث اطباق اللي انا هحطهم يعني، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، لان انا حطيت الاكل على مرتين مش على مره واحده يعني. المهم يعني حطينا كده طشه المطاعم زي ما انتوا شايفين، طشينا الملوخيه بتاعتنا بس يا فرحه، وشهقنا شهقة الملوخيه بتاعتنا كده بالشكل ده. وخلصت كده وغطيتها وسبتها، وكنت الفراخ بتاعتي هحمرها. هنا خلاص كده يا بنات الشكل النهائي للاكل بتاعي. بصوا الفراخ بتاعتي والملوخيه والرز، وعملت سلطه. ده كان اليوم بتاعي كده. يا رب يا رب بنات يكون عجبكم، وما نبخلش، ودايما نقول الضيف بيجي برزقه، وربنا يجعل بيتنا مفتوح للخير، اللهم امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم طعم الفريك كان تحفه، واللحمه مستويه وزي الفل. يلا بينا نقول دعوة حلوة من القلب، دعوة حلوة من القلب لكل عيلتي، عيلة السعيد وعوائد الستر والصحة وراحة البال ورزق يتعجب لها للسماء والأرض. ربنا يرزق كل مشتاق، ربنا يطعم كل محروم، ربنا يديكم ويرضيكم. سوسو ادعي لمتابعتي، بتدعي لجوزها عنده قلب مفتوح، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. وندعي لأم سلمان بالصحة والستر وراحة البال ورزق يتعجب لها للسماء والأرض. وندعي لأبو أحمد مريض سرطان، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، يشفي كل مريض بيتألم. تنسوش دعواتكم لأم مريم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واسيبكم في رعايته وحفظه مع فيديو جديد مع